طيب ناخد المستشار مرتضى معانا على التليفون. انا بس اعرف مين ضيف اللي عندك وكان بيقول على رؤساء النادي، مش فاهم انا. إيه؟ كابتن هشام يكن بيمجد طبعا في رؤساء انديه نادي الزمالك، كل من لهم بصمه في نادي الزمالك يا سياده المستشار. كابتن هشام يكن بيحييهم طبعا وبيقول ان دول هيفضلوا اكيد رموز نادي الزمالك. لا بس مرتضى منصور عمل يا هشام نادي الزمالك الجديد 2014 اللي عمره ما كان موجود من ساعه ما انت جيت. الايه؟ نادي الزمالك الجديد، نادي الزمالك اللي كل الناس هتعمل عضويات فيه دلوقتي، من ساعه ما انت ما اتولدت في النادي ما فيش نادي الزمالك زيه دلوقتي. معانا يا فندم؟ انت مش سامعني؟ لا مش فاهم يعني ايه حضرتك بتقول يا سياده المستشار؟ بقول لك نادي الزمالك من سنه 60 ايوه تمام ما اتعملش فيه منشآت زي اللي عملها مرتضى منصور في السنتين دول. واحنا ما قلناش حاجه من الحاجات اللي احنا ما قلناش لحضرتك ما عملتش نادي الزمالك. ما كانش عندك اصلا ملعب تلعب فيه. الايه؟ بتلعب في التراب. الايه؟ انت كنت بتلعب في التراب. مش فاهم انا تراب. الملاعب الناشئين ما كانش فيه، قصدك ما كانش فيه ملعب يا فندم؟ ما كانش فيه ملعب؟ ما كانش فيه ملعب. ما كانش فيه ملعب الملعب اللي باسم والدك المرحوم يكن ده كان مش تراب؟ لا كان المرحوم يكن ده لا سامعني؟ لا مش دي ملاعب الناشئين. المرحوم يكن ده كابتن يكن. ما انا بقول لك يعني المرحوم الكابتن يكن. ايوه المرحوم يكن يا ابني. كابتن ايه؟ بقول لك المرحوم احسن من الكابتن. ايوه نحترم الناس الميتين. المرحوم يكن ده الملعب اللي انت بتشوفه دلوقتي لا كابتن مصر على فرقه حضرتك وانت تعلم ان ده كابتن مصر. وكان بقول لك يا احمد انت جايب لي عيل عبيط يكلمني مع السلامه. سياده المستشار طبعا بنعتذر الكابتن هشام يكن اكيد طبعا. كابتن يكن يعني من رمز من رموز نادي الزمالك اكيد طبعا، يعني ما حدش يقدر يتكلم عليه، رمز كبير وكل رموز نادي الزمالك بنحترمهم اكيد يعني. بص احنا يعني